والله عمرها ما بتفرق ايه اللي اتقال عليك، لكن بتفرق مين اللي قال عليك. في مره كنت مع صديق عزيز جدا عليا واحنا الاثنين بالصدفه في لحظتها وقت ما كنا مع بعض سمعنا ان في واحد زميلنا من بعيد قال على صديقي ده كلام كله كذب وادعاء وافتراء وظلم وبعيد كل البعد عن شخصيه صديقي. فتوقعت طبعا ان صديقي يزعل ويتضايق يعني. فلما وصلنا الكلام فبصيت كده عليه فلقيته عادي يعني، فبقول له ما تزعلش. قال لي ما تزعلش من ايه؟ قلت له ما تزعلش من الكلام اللي سمعناه يعني فوقك انت، احنا عارفينك كويس وانت عارف نفسك وكلنا عارفين الكلام ده كلام كذب يعني. فضحك ضحكه طبيعيه مش مصطنعه يعني. قال لي انت بتهزر؟ ازعل من ايه؟ لا طبعا مش زعلان، انا ببص مين اللي قال عليا ايه، مش ايه اللي اتقال عليا. فلان الفلاني ده لو شكر فيا ازعل. لما ركزت في كلام صديقي ورجعت لشخصيه الزميل الثالث ده لقيت ان كلام صديقي عنه 100% صح. ده فعلا شخص غير مؤتمن وشخص مش كويس، وانطباعنا كلنا عنه ان هو مش انسان امين يعني. فبالتالي مش معنى ان هو قال كلام عن حد ان كلامه يتصدق، بالعكس انت دايما شوف مين اللي بيقول مش بيقول ايه. وعلى راي الشاعر المتنبي لما قال: واذا اتتك مذمتي من ناقصي فهي الشهاده لي باني كامل، فان من يعاني من النقص لا يحب الافاضل. تبقى غلطان لو انتظرت التقدير وكلمه الحق من شخص ما ترباش عليهم ولا يعرف عنهم حاجه. اصل شخص متربي على قله القيمه وعلى قله الذوق وعينه مدبوبه ليل نهار في الفالصو ومتحوط بالرخص، هيعرف منين قيمه الذهب؟ الناس الذهب اللي قلوبهم وافعالهم ذهب بيفضلوا ذهب حتى لو اتغبروا بشويه تراب، والناس الرخاص الفالصو الصفيح بيطفح عليهم الصدى مهما تلمعوا.